الدهب بينهار فجأة، الناس بتجري على محلات الصاغة والمستثمرين واقفين محتارين نشتري ولا لأ. في الفيديو ده هفكك لك اللعبة كلها، وفي الآخر هقول لك نصيحة ذهبية حرفية هتفرق معاك جدا، فما تقلبش الفيديو وركز معايا. وما تنساش صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، واعمل لايك واشترك في القناة علشان نكمل مع بعض كل يوم جديد. ويلا نغوص في دهب النهارده. ايه اللي حصل وليه الانهيار المفاجئ ده؟ لما تصحى الصبح تلاقي الدهب نازل وتسأل نفسك طب ليه حصل كده؟ اقول لك الدهب كان بيجري لفوق، عامل زي اللي لقى الفاتورة فيها خصم 70% فطلع يجري يشتري، وصل لأعلى مستوى ليه وعدى سعر ال $3500 للأونصة، وبعدين فجأة نزل ل $3300، يعني في فرق $200، كأنك نازل من الدور العاشر من غير أسانسير. طيب ايه السبب؟ ترامب قرر يغير المود، قالك مش همشي رئيس البنك المركزي وحاسس ان في امل مع الصين، فالدولار حس بالحنان وقال لك انا راجع يا رجاله. بس لما الدولار يقوى الدهب يتعب، وده معناه ان سعره يقل. طيب هل اللي حصل دوت انهيار ولا تصحيح؟ اللي بيحصل ده اسمه تصحيح إجباري، وده مش معناه إن الدهب غلط ولا حاجة. اللي بيحصل ببساطة لما السعر يطلع جامد ناس كتير بتحب تبيع وتكسب، فيحصل هبوط مؤقت، زي ما تكون شاري طماطم ب5 جنيه ولما بقت ب10 قلت خلاص كفاية كده نبيع ونشوف رزقنا. والتصحيح ده ممكن يطول شوية أو يكون قصير حسب الأحداث وعلى حسب مود ترامب برضه، لأن بقى مؤثر أكتر من المونديال. طيب الوضع العالمي عامل إزاي دلوقتي؟ كل ده حصل والدنيا حوالينا بتغلى. الصين قالت لأمريكا مش هنصدر معادن نادرة تاني، وده خض قطاع التكنولوجيا كله، وأمريكا قررت تحط عقوبات جديدة، وبقى في توتر سياسي واقتصادي يخلي أي مستثمر يعيط، فبدأوا يدوروا على ملاذ آمن، وهو الدهب جه في دماغهم. بس المشكلة الدولار طالع ونازل كأنه بيرقص تانكو، مرة يطير ومرة ينهار بسبب تصريحات من ترامب أو البنك الفيدرالي، وكل مرة بيحصل كده الدهب سعره بيتأثر. طيب والدولار ده ينفع اعتمد عليه؟ الدولار زمان كان الملاذ الآمن، بس دلوقتي مع ارتفاع الدين الأمريكي ومشاكل الفايدة والتهديدات لإقالة رئيس الفيدرالي بقى المستثمرين مش واثقين فيه قوي، وده السبب ان في لحظات سعر الدولار نزل لأقل مستوى ليه من 3 سنين. وبالعربي كده الدولار دلوقتي زي البسكوت في الشاي، ممكن يتفكك في أي لحظة. طيب اعمل ايه بفلوسي دلوقتي؟ طيب دلوقتي كلنا بنسأل نفس السؤال ده، اعمل ايه بفلوسي؟ اروح اشتري ذهب واستناه يطلع، ولا اجيب عقار، ولا احطها في الدولار؟ بص، الخبير علي الإدريسي قال ان العقار دايما بيعتبر مخزن قيمة، يعني حتى لو الدنيا فيها تقلبات هو بيحتفظ بقيمته. لكن برضو الذهب مش وحش، لو اشتريت وانت ناوي على المدى الطويل يكون معاك يبقى ده تمام، بس ما تحطش كل فلوسك مرة واحدة، اشتري على مراحل ووزع استثماراتك. والسؤال بقى اللي بيجي في بال كل واحد دلوقتي، طيب وسعر الدهب في مصر اخباره ايه؟ تعال اقول لك يا سيدي. وقت تسجيل الفيديو عيار ال24 ب 5432 جنيه، عيار ال21 ب 4753 جنيه، عيار ال18 ب 4074 جنيه، عيار ال14 ب 3169 جنيه، عيار ال10 جرام ب 2263 جنيه، والأوقية ب 168937 جنيه، والجنيه الذهب ب 38020 جنيه. بس خد بالك السعر بيختلف من تاجر لتاجر، وأساسه هو سعر جرام ال24، فخلي بالك وانت بتشتري أو بتبيع. تعال بقى اسمع مني النصيحة الذهبية دي، وعايزك تسمعها كويس. لو انت مش مستعجل وبتدور على الأمان، قسم فلوسك ما بين ذهب وعقار لو تقدر، وخلي شوية سيولة معاك لأي فرصة تيجي، وما تسمعش لأي حد يقولك الدهب خلاص مات. الدهب لسه في أول الطريق، وناس كتير متوقعة يوصل ل$6000 في السنين اللي جاية لو ترامب كمل الشغل العجيب بتاعه. لو وصلت لآخر الفيديو فأنت كده مستثمر بيفهم. بس قبل ما تمشي شوف آخر فيديو أنا نزلته، هيظهر لك هنا على الشاشة في تفاصيل مكملة برضو لفيديو النهاردة، وهتفهم بيه السوق أكتر. اعمل شير للفيديو دوت لصاحبك اللي ناوي يشتري شبكة من غير ما يعرف الأسعار، وسيب لي رأيك في الكومنتات. انت شايف ايه؟ الدهب يستاهل الشراء دلوقتي ولا نستنى شوية؟ وما تنساش اللايك عشان دعمك بيخليني أكمل وأجيب لك الأخبار دي بأبسط شكل ممكن. سلام، واشوفك إن شاء الله الفيديو اللي جاي.